ريت. سياحة انتوا هل هتتأثروا؟ هل واقفين على القرار؟ هل متأثرين؟ هم متأثرين ولا حاجة؟ عايزاكم تقولوا الكلام ده. خلاص. حكم الدكتور هشام قنديل بإغلاق المحلات تمام الساعة 10. والله انا رايي كمواطن شخصي يعني مصري عادي بدون يعني الوظيفه خالص ان ده قرار خاطئ من ناحيه الحكومه اساسا يعني بتفكر في مواضيع بعيده جدا عن اللي هم بيفكروا فيه. هم لو بيفكروا عشان توفير الكهرباء بيروحوا يطفوا النور اللي في الشوارع. المصالح الحكوميه من الساعه 7 او من 8 الصبح مشغله اضاءه ومشغله تكييفات في المصالح الحكوميه اصلا وسايبين الاضاءه. يعني تروح حضرتك على الطريق الزراعي اهوت او الطريق الصحراوي الاضاءه من الصبح بتفضل قايده لحد بالليل ما حدش بيطفيها خالص. فين موظف الكهرباء اللي مسؤول عن الكهرباء؟ هم لو عايزين يعملوا ترشيد للكهرباء فعلا يبصوا للحاجات الصغيره ديت هيوفروا فيها. يعني في هم كوزراء او كمسؤولين كبار في الدوله اقل واحد فيهم مشغل 3 4 تكييفات في البيت. لو عايزين يعملوا ترشيد يعني هم بييجوا على المواطن. في ضرايب هتتفرض على كل اللي عنده تكييف. كل ده العائد بتاعه بيجي على المواطن الغلبان مش على المسؤول الكبير زي حضرته. هو قاعد في بيته مثلا مشغل 3 4 تكييفات. لا ما انت كمواطن عندك تكييف 2 في السنه تدفع عليه ضريبه. انا ما عنديش تكييف. انا مشغل مروحه صغيره قد كده ب 150 جنيه. ما عنديش انا 3 4 تكييفات في بيتي. انما هم اصلا عايزين يرشدوا هم من نفسهم الاول على نفسهم يصلحوا من نفسهم قبل ما يطبقوا قرارات على المواطن الغلبان. جايبين وزير التنميه مع محمود سعد كان بيقول لك احنا خدنا راي الغرفه التجاريه والغرفه التجاريه موافقه. ده الكلام ده اتقال في الحلقه بتاع بسمعه. الكلام ده ما حصلش خالص ولا الغرفه التجاريه موافقه ولا حد خد راي التجار ولا حد خد راي اي محل. السوق موجود وما تسال السوق كله ولا اي حد موافق عليه. القرار دوت خاطئ من اتجاهات كتيره جدا. اولا البلد الاقتصاد بتاعها تعبان جدا وبعدين العماله اللي عندنا احنا بنجيب الدخول بتاعتها بالعافيه. ثانيا انتوا كده بتشجعوا البائع الجائلين اللي هم موجودين. يعني احنا دلوقتي ممكن نقفل الدكان ونحط بره عربيه ونحط عليها البضاعه ونجيب ميزان ونقعد بقى. ليه؟ على اساس ان البائع الجائلين هيجوا يحتلوا المحلات هنا بالليل. وده مش عداله دي. لا بيدفعوا ضرايب ولا بيدفعوا اي حاجه. واحنا هنا الضرايب شغالين عليها الله ينور ومصاريف العمال الله ينور والتامينات الاجتماعيه الله ينور. كل ده هنجيبه منين؟ لازم طبعا القرار ده خاطئ 100%. ليه؟ ده وقف حال بالنسبه للتجاره عامه. احنا هنا منطقه سياحيه. احنا هنا شارع معز دين الله منطقه سياحيه. وبعدين هيجي يقول لك ايه؟ ادينا رخصه سياحيه. هنجيب له منين الرخصه؟ اذا كان طلع عينينا في الحي هنا عقبال ما ادونا رخصه مؤقته للمحل التجاري. يبقى ساعتها بقى الرخصه السياحيه عايزين نحط في البنك مش عارف يجي 100,000 جنيه عشان نبقى رخصه سياحيه. واحنا اصلا شارع شغال على السياحه. طب هنعمل ايه؟ احنا احسن حاجه هنقفلها ونروح نسلم المفاتيح للسيد رئيس الوزراء. دي احسن حاجه عندنا. اساسي. طب ايه رايك في اغلاق المحلات الساعه 10؟ ما ينفعش قرار خاطئ. اعملها غير لا اله الا الله محمد رسول الله. تعمل ايه يعني؟ مش هيطبق على الناس كلها؟ يطبق علينا. لو اتطبق فعلا هيطبق على الناس يطبق علينا. هو هيطبق فعلا يا مدام؟ بيقولوا هيطبق فعلا؟ والمقابل؟ طب احنا فين؟ احنا راينا فين؟ ولا احنا خلاص بالامر يقفل الساعه 10 نقفل الساعه 10 بالامر؟ يعني مع كده الامر مش هنقفل. كلام طبعا كلام فارغ وكلام مش معقول والناس قاعده بس على مكاتب بتدي قرارات ومش شايفين حال الناس. بدل ما يجي يقول لك قبل الساعه 9 عمل ايه للتجار؟ عمل ايه للسياحه؟ ما الناس قافله بقى لها النهارده 10 دقايق 9 جنيه. في ناس بتنزل من الساعه 8 الساعه 9 عشان تشتري حاجه. خلاص؟ ايه راي حضرتك في قرار اغلاق المحلات الساعه 10 مثلا؟ هو في حاجه لو المحل لو فيه 20 عامل ولا 10 عمال هيبقى يشتغلوا 5. لو فيه 20 يشتغلوا 10.
ما ينفعش. طب انت هنا كمقهى او قهوه الفيشاوي اللي هي مشهوره واشهر قهوه عند السياح اللي بيجوا مصر، هتعمل ايه في حاله تنفيذ القرار بشكل رسمي؟ هنعمل ايه طيب؟ يعني اول الفيشاوي بيشتغل فيها 20 فرد مثلا، هيشتغل فيها 10. يعني صاحب المحل مثلا ايه ممكن يخليها مثلا ايه ينقص عماله كتيره، يعني واقفه حاله، العماله دي هتروح فين؟ والله احنا مش عارفين. الموضوع ده كانت المحلات مرت بيه ايام انور السادات، الرئيس انور السادات الله يرحمه، بس هو الموضوع واتلغى، ما خدش فتره كبيره، ما كان ايام 7 و8 الساعه 7 والساعه 8. بس هو ما ايام حظر التجول. لا الكلام دوت ايام انور السادات، كان في الكلام دوت في الثمانينات يعني. ولما حصل حظر تجول حضرتك؟ لا مش تجول، هو كان قرار غلق محلات 7 و8 الساعه 7 والساعه 8. ينزل الصبحيه بيقفل الساعه مثلا 10 ونص 11 انما هو بالنسبه لنا احنا ما فيش اختلاف، يعني ما فيش اي اختلاف بالنسبه للعمل. انما بالنسبه بقى الاوضاع الثانيه مثلا بالنسبه للمطاعم، بالنسبه للفنادق، بالنسبه للحاجات دي هتبقى برضه صعبه بالنسبه لهم. 5